السلام عليكم حبايب قلبي. ان شاء الله يكون هذا اليوم درسنا الدجاجه ام الشرخه اللي احنا نسميها المدوره، ام الزخمتين مثلا. بس هي تكون رجلان. اول شي نجيب مترتين ونص. هسه انا اليوم راح اشتغل لكم على المترتين ونص، بس يفضل انه واحد من يجيب قماش يجيب ثلاثه، لان هي تحب الخرط، تحب الخرط بالكتف، تحب الخرط بالبدن الشليل. بس احنا راح نشتغل على قد هذا، لان بيتنا احنا دائما نجي للقماش نلقاه مفصل القماش مؤسسه 2.5. بس اذا انت تردين تشترين عوف 2.5 وقولي له قص لي 3 مترات يكون احسن. هسه راح نشتغل على 2.5. نجي ناخذ نص المتره الواحد، هاي 2. اقول النص متر يبقى عندنا متر ومترين. المتر النص متر اخذناها هسه للردن والزخمه، الزخمه المدوره. هاي نكتر على صفحه، نجي نطبق هاي القماشه. راح يكون هنا المثني وهنا يصير 4 طبقات حتى تصير عندنا المسافه عريضه حتى نقدر نتصرف ويكون بيها خرط هواي. اجي شنو انزل من هنا؟ انزل 15 سنتيم، ومن هنا اطلع 8 سنتيم وانزل هم 15 سنتيم. اجي ادور بهالطريقه هاي، هنا 8 وهنا 15. اجي هنا هم 15 واجي اجر من هاي الزاويه بهالطريقه هاي. هذا شكل البدن الخلفي والامامي اللي احنا مطبقين على 4 طبقات. هاي اول شيء نشتغلها. هاي احنا ما نحدد رقم، ايش ما تعطينها خرط يكون احسن. يعني المترتين اللي جت فضلت عندك من بعد ما طلعتي النص متره، هاي كلها تركيها للخرط. انا ليش اقول لكم 3 مترات يكون احسن؟ حتى نطي خرط هواي. هي هاي الدجاجه تحب الخرط. هسه هاي خلطنا منها وتدخلين منها 8 ومن هنا 15 سنتيم تنزلين. هذا يكون شكلها. طبعا هاي تنفصل. انا افضل تبقى حتى من اجي اخيط الجوانب ما يطلع عندي ناقص وزايد، ولو انا قاصه تنسوى. بس بعض الاقمشه تصير مطاطيه، فمن تجين تخيطين القدم يدفع القماش فيصير عندك واحد طويله وواحد قصير. انا افضل تبقى ما مكسوسه، على ما اخيط واوصل يبقى عندي شيء قليل اقصه حتى يجي القماش متساوي. هاي ملاحظه كلش ضروريه. اذا واحد مثل ما نقول الاستمراريه مالت الخياط، الخبره هي اللي تخلي عندك هيك شغلات تعرفينها. هاي هسه نجي نش نسوي الزخمه. اول شيء نطلع الزخمه طولها 30 سنتيم. هذا المتبقي نتركه للردن. نطبقها هم 4 طبقات. هي النص متره مو 50 سنتيم، ناخذ منها فقط 30 سنتيم. اجي شو اسوي؟ هسه من بعد ما طبقتها 4 طبقات اجي اطلع من هنا 8 سنتيم من يم الثانيه، وانزل هنا 3 سنتيم مثل اي دشداشه نسويها. انا مو دائما اقول لكم 8 ب3 دائما اقول لكم. وننزل هنا 3 سنتيم. هذا العرض ايش قد يكون كتف المرة الزبونه؟ احنا نشتغل على عرضه التدوريه، بس الطول نعطيها 30 سنتيم، سواء قصيره او طويله نعطيها 30 سنتيم. بس في حاله اكو نساء ما يحبون الزخمه الطويله، تسالينها تقدرين تحبينها طويله ولو قصيره تقصرين من 30 ايش قد ما هي حابه. نجي من هنا هسه من نزلنا هنا هم 3 سنتيم نجي ندور تدويره كامله. لازم يكون هذا الشكل هالتدويره. هنا نحط لنا تأشيرة وهنا نخلينا هم تأشيرة. من بعد ما ننزل منها لهنا 12 سنتيم نجي هسه نفصلها. هاي نزلنا 3 وطلعنا 8 سنتيم، ننزل هم 3 للكتف. هنا ننزل 12 سنتيم للتأشيرة ونستمر على نفس التدويرة بحيث يكون التدويرة كلش منظرها حلو يكون. وهاي التأشيرة
نقص من عندها شوي حتى تكون عندنا تقشري، لان انا بس مجرد اشرتها بالقلم. هذا يكون شكلها. هاي نفتحها، نجي ننزل من هنا. من الساعة نزلنا 3 سنتيم، هسه ننزل 15 سنتيم حسب الدلعة اللي انت تحبينها. هي ترى تقبل من 10 إلى 20، من 10 إلى 20 سنتيم. هسه احنا اخذنا هنا بس 3، راح اكملها 15 انزل بعدها من هنا 15 حتى يصير عندي 18 سنتيم. هاي للأمام فقط، الخلف يبقى على حطته ما راح ناخذ منه. هواي نسوان مثلا تقول لك انا ما احبها خصة سمينة، ما تحبها قليل، فممكن تخلينها 20 بدل ال 18. هذا يكون شكلها من بعد ما فصلناها مثل ما جاي تشوفون. هذا يكون شكلها. هسه اجي للردن. هاي اللي قصيناها من البدن، هاي اللي سابقا صور لي هنا اللي قصيناها من البدن، هاي نستفاد من عندها ما راح نتركها. نجي نضيفها في حالة انت جايبة 2.5، هاي تفيدنا. اجي اطبقها 2 واجي اطبقها مرة الثانية، بس ما اطبقها فيت وياها، ابعدها حتى هاي اجيبها اخليها بصفها حتى تعطيها عرض. اجي انزل مثل ما قلت لكم كل مرة ارسم لكم هاي الطريقة، هاي هيك هاي تبقى عدلة. ننزل منها هنا هم نفس الشيء، ننزل 15 سنتيم من هنا هم نبقي 15. في حالة رايدين لاستيك نخليه على عرضه، بس إذا ما رايدين لاستيك نخليه 15. وهذا من بعد احنا مو هاي الساي مايلة، هي الميلة هي اللي تحددك انه تخلينا نجرب هالطريقة. هاي المنطقة عندنا لازم تكون كلش عريضة، لأن هي اللي راح توفر لنا الخرط اللي راح يكون هنا. هنا ننزل 15 سنتيم. هاي عدلة، هاي هم نفس الشيء عدلة، وهاي الميلة مالت الردان اللي من بعد ما طلعناها. في حالة احنا خليناها 15، في حالة احنا ما رايدينها 15 نترك العرض كله نفسه. هذا يكون ان شاء الله شكل الفصل والقياسات مالت الفصل. طبعا طول الردن انا بالامتحانات ما راح اقول لكم على القياسات، اللي يهمني الاساسيات. هاي من ضمن الاساسيات، هاي من ضمن الاساسيات خلي ارقمها لكم. 18 سنتيم تخلي لها للخرط، وهاي النزله 15 سنتيم، وهاي 15 هنا 8 12 لا قصدي 8 صح 8، وهنا النزله 15، هاي 12 نفس الشيء. من نجي نثبت هاي على هاي، هذا راح يكون الخرط، هذا كله الخرط يجي على هاي، هذا راح يجي هنا. هاي التأشيرة راح تكون هنا، شوفونها هاي التأشيرة تجي وياها. وهاي الردن، هاي القصة لازم تكون بالخلف لأن صار بيها خياط، لازم احنا نخلي هاي القطعة حتى نوفر خياط. راح تكون بهالطريقة هاي، وهذا الزايد راح يكون هو الخرط. وإن شاء الله يكون الدرس مفهوم، وأي إشكال عندكم ممكن تسألوني وأنا إن شاء الله أجاوبكم.